السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاءين المتبقيين من الجولة الرابعة للمرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز. بتروجيت وسيراميكا. كان الساعة 5 حبايب الشوط الأولاني على مدار 45 دقيقة، وفرقتين كويسين طبعا، بتروجيت وسيراميكا. ثم هدف عن طريق محمد رضا بوبو المتألق مع سيراميكا. بصراحه بقى له 3 مباريات او 4 مباريات من ساعه ما بدا يحط رجله بوبو وهو متالق، احرز 3 اهداف في الدقيقه 72. ثم هدف تاني عن طريق زلاكا اللي كان غايب بقى له فتره، واحرزوا هدف ثالث فخر لقاي بس اتلغى بادعاء التسلل. بس خدوا 3 نقاط مهمه سيراميكا، حطيتهم في حته كويسه، مركز سابع. ثم البنك الاهلي والزمالك وطبعا الزمالك ومواقفه. الزمالك احرز هدف في اول 23 ثانيه عن طريق الهداف ناصر منسي 10 اهداف. ثم تعادل الشوط الثاني، تعادل اسامه فيصل الهداف 10 اهداف في الدقيقه 70. ثم سيف الجزيري في الوقت الضايع يحرز هدف. ثم يتعادل يو النور في الوقت القاتل عشان ياخدوا نقطه من نادي الزمالك اللي مش قادر يحافظ دقيقه او دقيقه ونص على تقدمه وياخد 3 نقاط ويفضل محافظ على المركز الثالث، اللي بالطريقه دي هيروح منه للنادي المصري، لان نادي الزمالك لسه ما ريحش، لسه هيريح، والنادي المصري مريح كامباي الاسبوع ده. فكده الدوري بصراحه انا شايف انه نار فوق ونار تحت ونار في الوسط. يعني اللي بيلعب على الهبوط بصراحه مباريات جامده جدا، وتلاقي الوقت كل مباراه تتفرج عليها تلاقي اقل مباراه فيها 3 4 اهداف، اقل مباراه. باذن الله باقي 4 اسابيع علشان يتحدد لنا مين البطل. هل بطل جديد على حصد الدوري المصري ولا النادي الاهلي؟ السلام عليكم ورحمه